السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. ايه اللي انت ماسكاه ده يا حنان؟ ده قطعة منديل يا بنات. هعمل كفتة بالطرب، بس ايه فظيعة، او كفتة الطرب يا بنات. احنا ليه هنلفها صباع صباع كده؟ لا، طب انا هقول لكم طريقة ممتازة هتطلع كفتة في يعني رقم واحد بجد. طعم بقى اللي هي المنديل يا بنات بيودي الكفتة يعني بصوا لمكان تاني خالص. قد ايه شايفاه الصباع طري جدا، مستوي 100%، قد كده جوسي. تعالى بقى هنشوف كمان هو قد ايه محتفظ بالعصارة بتاعته. حاجة من الاخر فاخر. تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا نشوف الوصفة على طول. انا عندي نص مفروم، ان كان احمر يبقى تحطي له اللية، احنا هنشوفها دلوقتي، او هتجيبيه دسم من عند الجزار. بعد كده انا عندي هشتغل في الكبة بتاعتي. عندي بصلتين متوسطة او بصلاية كبيرة، وعندي حزمة بقدونس وفلفل الوان اخضر واحمر. تمام، هنحط يعني من كل الفلفل واحدة حمراء وواحدة خضراء. هنضربهم كويس جدا كده في الكبة لغاية ما هيتفرموا بالشكل دوت. تمام، وبعد كده هبدأ افضيه على اللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعتي حمراء، فانا هحط لها معلقة ليا مبشورة كبيرة. تمام. بعد كده بقى انا عندي معلقتين دقيق ومعلقة نشا، دول مهمين جدا علشان يعملوا التماسك. وعندي الملح بقى، وعندي الزنجبيل، السبع بهارات، او بهارات كفته، ورشه قرفه. انا بحب احط رشه قرفه، بتظبط الطعم كده معايا في الكفته. اهم حاجه طبعا البيكنج باودر اللي انا نسيته برضه معلش، حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر. الكفته عندي يعني عجن يا بنات، اعجني فيها على قد ما تقدري مده 7 8 دقائق. اعجني فيها كويس جدا لغايه ما تصبح تاخدي قطعه كده، تعملي بص زي مفتله بالشكل ده، يبقى انت خدمتيها زي الفل. عندي صينيه مدهونه دهنه بسيطه، زيت، وطبق فيه شويه ميه عليهم برضو ايه، معلقه زيت. وبعد كده هنبدا ناخد قطعه من الكفته كده، هنظبطها كده بين ايدينا، هنلفها شويه، وعلى الستيك بتاع الشيش طاووق هنبدا نلفها بالطريقه اللي هي المعتاده اللي هي بالشكل دوت. طب انا هعمل الكفته بتاعتي النهارده عشان هم طالبينها مني يعني الاولاد، ان هي تبقى كبيره بالشكل ده. انت طبعا ممكن الحجم ده انت هتتحكمي فيه، ممكن تعمليها حتى نص الواحده دي. شايفين ماسكه ازاي نفسها، وبتطلع مش ملزقه ولا اي حاجه من على اللي هي العصايه بتاعه الشيش طاووق. ايه رايكم بقى؟ باللي ايديكي ميه وزيت، وابداي هتبداي تلفي اللي هي اللحمه على الستيك كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، بطريقه بسيطه خالص، وبتيجي طريقه ممتازه. وانا زي ما قلت ممكن تضعفي الكميه ديت على اساس تعملي الكفتايه صباع صغير، بس انا اللي كان مطلوب منها ساعتها اللي هي الكفته تبقى كبيره بالظبط زي ما احنا بنشتريها من اي حاتي بره. طيب بصوا الجمال بقى اللي انا هعمله ده يا بنات. انا عندي يعني قطعه منديل صغيره، فانا هم كانوا عايزين ان هم نعملها يعني ضرب. بس انا قلت ايه، هعمل بقى فكره جميله كده. هحط اللي هي قطعه اللي هي قسمتها بالنص بالشكل دوت، وقطع صغيره حطيتها زي ما انتم شايفين كده على اللي هي الجزء الكبير ده على الكفته اللي جنب بعضها. اما الصوابع اللي هي لوحدها ديت هحط عليها قطع من المنديل، قطع صغيره. اهم حاجه بس تخليكي حريصه ان كل صباع كفته يكون عليها قطعه منديل كده، كانك لفه كل صباع. والله يا بنات كانك لفه كل صباع في المنديل، وهتطلع لك كفتة ضرب حاجة في منتهى الروعة، أحسن مليون مرة ما تشتريها من أي حد. طبعا السوا بقى بتاعنا على إيه؟ على حرارة 200. أهم حاجة يكون الفرن سخن جدا يا بنات قبل ما تدخليها. على حرارة 200 في الرف الأوسط. هتاخد من 10 دقايق بالكتير جدا جدا، ربع ساعة لتلت ساعة يعني ماكسيموم. تمام. بعد ما طلعت زي الفل زي ما احنا شايفين كده هوت. طبعا الفحمية وده برضو اختياري، بس عشان يعني تاخد بقى الريحة والطعم كأنك انت شاريها كده من عند الحاتي. بجد تحفة. وشايفين يعني انا بشوف ناس فيه بتاكل اللي هي المنديل ده، بس بصراحة بيبقى دسم قوي. لا، احنا خدنا الطعم بتاعه الرهيب الفظيع، وعادي خالص. شايفين بيتشال، ما فيش مشكلة اي حاجة خالص، بيتشال عادي. شايفين بقى حاجة من الآخر في أي بص، يعني قلبي الصغير لا يتحمل. بجد جميلة جدا جدا جدا. جربوها كده، طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله الكل هيحبها. شايفين طريقة ازاي، جوس ازاي، محتفظة بعصارتها. يا رب الفيديو إنه يرضاكم وتنفذوه. السلام عليكم ورحمة الله.